سلام المسجون. سلام المسجون كان ورا سجن الحربي، كان ورا الاسوان والعتمه والزنزانه والضلمه اللي في 28 وسجن 5 وسجن الحربي. السلام عليكم. الخبرات تحريات زي ما خالد صاحبي بيفكرني والمخابرات. انا مش هكلمك واقول لك انت طالب متفاسد لان انت عارف انت كويس، بس هكلمك على 22 راجل بتقول عليهم شويه عيال علمونا عيال. 22 بطل بمعنى الكلمه، رجاله شديد شريط راح على كتفها ونزلت. ما كانهمش يوم 8 ابريل لما نزلوا قالوا ان المكن تخيل، بس بالله بجد الشعب ده ما بيتهانش عشان يتخلع على الصفار. ده اخويا ده اسمه حسين سعد. فاكرين حسين سعد يا جماعه ضابط البيان اللي هو 111 مدرع الجيش الثالث المجاني؟ ده اخويا التاني. لو طلع تاني في السجن ب 22 اخ، 22 بطل، 22 راجل. فاكر ده يا مشير؟ فاكر الشاب الغلبان اللي عنده 23 سنه ده اللي نزل قال كلمه حق واترمى في السجن في السجن خد 3 سنين ونص بعد كده 10 سنين. محدش في القرير ما صدقش ان عنده 100 عداوه اللي تموت وده ممنوع عنه في السجن. اتقي ربنا مش اتقي ربنا اللي هيك الظلم قرب وعاش الظلم بتاعك اتحدد وما تبقاش انت سكت كمان دلوقتي مرعوب. البطل الطويل والصعقه اللي نزلوا مفيش الا كده اوامرك بتضرب ورصاص نهايتك قربت. انا كان حلمي ابقى ضابط في الجيش، كنت شايف ان الجيش ده جنه، الجيش ده انا هبقى ضابط في الجيش ومش خاطر مصر. بس بعد الظلم والافتراء، بعد الخبرات العصريه اللي عملتها للبنات في مارس، بعد ما ضربت الرصاص على ضباط 8 ابريل، بعد ما اقتحمت يوسف امل نحره من 1 رمضان، بعد ما تعديت على كنيسه صاحبي الشهيد محمد محسن في 4 رمضان، ده الجيش اللي احنا فيه. ربنا يا مشير نهايتك قربت، نهايتك هتبقى على ايدينا ان شاء الله. السلام عليكم.